جاي على بالكم حلو بارد بهالشوبات؟ تعالوا شوفوا شلون حضرت حلا السميد بطريقة تقديم مميزة ومكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت. المكونات كالعادة رح تلاقوها مكتوبة قدامكم على الشاشة لحتى يسهل عليكم الاحتفاظ فيها، بس اعملوا لها سكرين شوت. هلا تعالوا شوفوا شلون بدي احضر هذا الحلا. القالب اللي بدي اصب فيه الخليط رح امسحها بمسحة خفيفة من الزيت النباتي، يدوب مسحة خفيفة. هلا بطنجرة على البارد رح احط 4 كاسات من الحليب بتعيروا بنفس الكوب. 3/4 الكوب من السميد متوسط الحبة، نص كوب وربع كوب يعني 3/4 الكوب، و3/4 الكوب من السكر، وثلث كوب من جوز الهند، ممكن تستغنوا عنه لو ما بتحبوه، ومعلقة كبيرة ممسوحة من النشا. بحرك المكونات على البارد وبعدين بحط الطنجرة على نار وسط. بضل عم بحرك لحتى يثقل عندي الخليط وتفتح حبة السميد. بعدين رح أحط معلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة صغيرة من الفانيلا، بحرك هون لحتى تذوب الزبدة وبطفي النار. وبصب الخليط بالقالب اللي مسحته بشوية زيت. بساوي سطح الخليط بالمعلقة، ورح استخدم هلأ بسكوت الكاكاو. رح احط مثل ما انكم شايفين بالخليط، الخليط بده يكون تقيل مثل ما شفتوا، لازم توصلوا لنفس القوام اللي انا وصلت له. بحط حبات البسكوت. هلا بعد ما خلصت التوزيع هون بترك القالب لحتى يبرد بحرارة الغرفة، وبعدين بغطيه بالنايلون الغذائي وبدخله على البراد لحتى يبرد. بهي الأثناء رح أحضر صوص الشوكولاتة السريع، ممكن تستغنوا عنه لو مو حابين. بطنجرة رح أحط ربع كوب سكر وكاكاو وحليب وزيت نباتي، بحركهن لحتى ما يضل عندي أي تكتلات. وبعدين رح أحط الطنجرة على نار بين الهادي والوسط لحتى يغلي المزيج. انتوا لو مستعجلين ممكن تحطوا معلقة نشا لحتى يثقل معكم الخليط دغري. هلا أنا بتركهن ليصيروا بحرارة الغرفة وبدخلهن على البراد. هلأ بنفس الوقت كمان رح أطالع القالب بعد ما برد، بحاول إني أحرر الأطراف لو في شي لازق. وبعدين بدي أقلب القالب على صينية التقديم. حطيت هون ورقة زبدة أو ورقة تقديم، وبرفع القالب وشوف شلون بكل سهولة رح ينزل معي الخليط. هلأ بزين بصوص الشوكولاتة بعد ما برد، والتزيين هون على حسب الرغبة. أنا حطيت فراولة مع البلوبري، انتو زينوا باللي بدكم إياه، ممكن تحطوا فستق حلبي، جوز هند، اللي بدكم إياه. هلأ رح تشوفوا شلون شكل الخليط من جوا. عن جد شكلها كتير حلو، وحتى الطعمة جدا لذيذة، ومع فنجان قهوة يا سلام. استمتعوا عن جد بألذ حلا صيفي بارد، ومثل ما شفتوا قديش سهل. عن جد بتمنى انكم تطبقوا هاي الوصفة وتشاركوني تطبيقاتكم وتكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم أي سؤال. ومع السلامة.